حبايبي اليوم وصفتنا هذا الخبز، خبز العروق وخبز سمسم وحبة البركة. مرحبا حبايب، شلونكم؟ اليوم راح نسوي وياكم خبز عروق. نبتدي على بركة الله بالوصفة. 3 كيلوات طحين تقريبا، وعليهم خاشوقتين ملح، تشوفون هذا الملح، خاشوقتين أكل ملح، وهنا عندي خاشوقة أكل خمرة. زين عيني. هسه نبدي نعجن. وهسه انتهينا من العجن. هسه نتركه يختمر مكان دافي، نغطي، وهسه نغطى عليه ونتركه يختمر. بين ما نغطى عليه ويختمر نبدي نبلش بالوصفة مال اللحم المفروم والخبز العروق. بعد ما اختمرت العجينة هسه نسويها نصين، تقريبا كيلوين خلينا نقول للخبز عروق، وتقريبا كيلو نسوي بيه خبز سمسم. هسه هنا فرمت حبة بصل كبيرة وسرعة اخليها على العجين. هنا عندي تقريبا ربع كيلو لحم مفروم، وهنا نص ربع ليه دهن الخروف. تمام. هسه نديرها هنا. وهنا يعني فرمت باقة، يعني باقة كاملة، باقة معدنوس، باقة معدنوس. وهسه نبدي نخلي عليها المواد. وهسه راح اخلي تقريبا خاشوقة مال اكل كاري، هنا خاشوقة مال كركم، وخاشوقة فلفل اسود. هاي المواد. وهسه نخلي عليها رشة ملح. هسه نبدي نعجن، نلابس المواد. بعد ما لابسنا المواد وياها وصار بهذا القوام العجين، فلا تقيدون اي طحين. يعني هسه انا عجنته سويته بطحين الحصة، مو الا طحين صفر. تمام. وهسه نخليه يرتاح بعد مدة ربع ساعة ونرجع لكم. بدي خبز بالسمسم. هنا خليت 5 سمسم وحبة البركة. وهسه بالشكل الطحين. ثم راح اجيبها خليها بالسمسم. هسه نكمل الكمية ونرجع لكم. هسه بعد ما كملنا شنقنا العجين وسويته بالسمسم وبحبة البركة. هسه ناخذه على الخبز. هسه نبتدي الخبز. بسم الله. شوفوا حبايبي، بعد ما اختمر العجين مال خبز العروق هسه شنقه. يعني هسه كملت شنقتهن وطلعت عندنا هاي الكمية مناسبة. وهسه قبل على التنور نخبزها. واخيرا كملت الكمية، خير من الله صارت. وهذا الخبز مال العروق كلش طيب، جربوه، كتبوا لي بالتعليقات. وهذا الخبز
خبز السمسم والحبة البركة، هم كمية مناسبة. حبايبي لا تنسوا اللايك واشتراك، واذا شفتوا الفيديو بالصدفة اشتركوا وعلقوا لي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.